لو بتعاني من هيشان الشعر، لو شعرك جاف، لو شعرك مقصف، شعرك فيه تشابك بكميه رهيبه، بتفضلي 3 ساعات علشان تسرحيه، دايما بتحسي ان شعرك محتاج ترطيب ومهما حطيتي عليه منتجات ما بيرطبش شعرك، تعالوا النهارده هقول لكم على منتجين مصريين، المنتجين ثمنهم 200 جنيه هيفرقوا جدا في شعرك، وده من اول استخدام. لو انتوا اول مره تشوفوني، انا الاء جمال سكين كير اند هير ثيرابيست، بكلمكم من مركز شايني لعلاج البشره والشعر، ويلا بينا نعرف مع بعض المنتجين. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ انا من البنات اللي شعرها بيكون جاف جدا، وكمان احنا داخلين بقى على فصل الشتاء، فالشعر تقريبا كده هيبقى حطب او خشب من كتر ما هو جاف. طبعا طول ما شعرك جاف هتلاقيه بيتقصف، هتلاقيه ناقصه ترطيب، هتلاقي شعرك متشابك في بعض. جربت منتجات كتيره قوي، وبعدين لما بدات استخدم المنتجات بتاعه ايفا حسيت بفرق جامد جدا في شعري. اول حاجه جبته الايفا هير ماسك ده بالصبار. ايه يا جماعه الحلاوه دي؟ اولا رطب شعري بطريقه مش طبيعيه، حسيت ان هو مش خلي شعري كده ناعم خالص، واول ما شعري ينشف بيكون فلافي كده، خلى شعري كمان بقى بيتسرح بسرعه. ساعات الشعرايه من كتر ما هي بتبقى رفيعه وناعمه تحسوا ان هي بتمسك في بعض، لكن الايفا هير ماسك ده فرق معايا. مش هو بس اللي فرق معايا، ده كمان الكونديشنر اللي بزيت جوز الهند ده رهيب يا بنات. بحطه على شعري واسيبه كده وهو مبلول على الاطراف من تحت لمده نص ساعه، وبحط على شعري كيسه او بونيه حراري، وبعد كده بغسل شعري. بجد بيخلي الشعر فلافي. مش بس كده، ريحه شعرك كلها بتبقى جوز هند، بتحسي ان انت طالعه كده. عارفين كده لما تيجي تقولي في حد ريحته ريحه نظافه؟ ريحه شعرك بيكون هي ريحه النظافه والحلاوه وريحه جوز الهند. لا بجد ميكس خطير مع بعض، وده ثمنه عامل 75 جنيه وده ثمنه عامل 125 جنيه. جربي المنتجين دول، استخدميهم لنفسك او لبناتك، وبجد هتشوفي فرق ما حصلش من اول استخدام. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير، وتابعوني في الفيديوهات القادمه. مع السلامه.